السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة اسمها المخمورة او المخمر. المخمر ده معروف من زمان قوي، قبل ما يخترعوا البيكنج باودر. كان اسهل طريقة لعمل طبق حلو كده زي الكيكة، وطعمه مميز وجميل جدا. مرتبط عند المصريين بأعياد شم النسيم، دايما بيعملوا على الخماسين كده، من ضمن الحاجات الحلوة اللي بنعملها زي البسبوسة والكيكة. المخمر كمان حاجة جميلة جدا وطعمه مختلف جدا ومميز. هنبدأ كده بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنشوف بقى الجمال ده هنعمله ازاي. عندي هنا المقادير بتاعتنا: كوباية لبن دافية، كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة خميرة، كوباية سمن، كوباية الا ربع سكر، معلقتين كبار جوز هند، معلقتين كبار زبيب، معلقتين كبار فول سوداني. دول اختيار يا جماعة، اللي مش حابب يحطهم مفيش اي مشاكل. انا هسيب لك المقادير كلها في صندوق الوصف، وكمان الطريقة ممكن تاخديها سكرين شوت. هنبدأ بقى ببولة عندي كبيرة، هضيف فيها معلقة الخميرة وعليها كوباية اللبن الدافية، وابدأ اقلبهم كده كويس. وبعدين نضيف السكر مع اللبن ونقلبه تقليبة خفيفة. ونضيف كوباية السمن. انا معايره كل الكوبايات بنفس الكوباية، هنضيف كوباية السمن ونقلبها كده مع الخميرة ومع اللبن ومع السكر. وبعدين هنضيف جوز الهند والزبيب والفول. طبعا الحاجات دي بتدي نكهة جميلة جدا جدا، يعني هي شكلها اصلا كده قبل ما تستوي طعمها في منتهى الجمال. ونبدأ نضيف الكوبايتين الدقيق حبة حبة، هنقلبهم كلهم بالمعلقة، مش محتاجة خالص ان انا اعجن بايدي نهائي. هضيفهم كلهم بالمعلقة كده واقلبهم مع بعض بالمعلقة. انا حسيت ان هي طريه شويه فضفت كمان معلقتين دقيق، لكن هو المقدار المظبوط كوبايه اللبن بتاخد كوبايتين دقيق، وبرده على حسب نوع الدقيق اللي عندك. هسيبها تخمر عندي حوالي نص ساعه، هغطيها ببلاستيك راب. طبعا هي زمان كانت بتعمل بالخميره البيره، كان المصريين بيسيبوها ممكن تخمر من بالليل للصبح، ومن هنا خدت اسمها المخموره او المخمر، مشهوره جدا جدا في صعيد مصر. هغطيها ببلاستيك راب وهسيبها نص ساعه الاول. بعد حوالي نص ساعه هحضر الصينية اللي هخمرها فيها وهسيبها عشان اسويها في الفرن. هجيب صينية مقاس 30 في 20، وهنزل بالمخمر فيها واسويها كده، واسيبها عندي حوالي 3 ساعات او 4 ساعات تختمر في مكان دافي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ هي اصلا تتاكل وهي نية. غطيها ببلاستيك راب واسيبها تخمر، قلنا حوالي 3 4 ساعات. بعدين هدخلها الفرن. خلاص هي اختمرت معايا، انا مش بحبها تكون مرتفعه قوي، فكده بالنسبه لي هيبقى تمام جدا. طبعا هندخلها الفرن نار المخبوزات، مش هنسويها زي الكيكه، يعني هيكون الفرن سخن. هتطلع عندي بالشكل ده، لونها ما شاء الله جميل جدا ومتحمره كويس قوي. لو هي عرفت انها سوت من تحت وما خدتش معاك لون من فوق، هنشغل الشوايه 5 دقايق لحد ما تاخد لون. الفول السوداني والمكسرات باينه من على الوش، طبعا جميله يا جماعه، خطيره. نبتدي نقطعها عندي بالشكل ده مربعات كده، وهناخد منها قطعة. عايزة اقول لكم ان الريحة روعة، جميلة جدا، وطعمها مميز مختلف عن الكيكة، وفي نفس الوقت خفيفة، طعمها حلو قوي. يا رب لو عجبكم الفيديو
ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية. شايفين ما شاء الله خفيفة وهشة وطعمة وجميلة ازاي؟ لازم تجربوها يا جماعة، لازم تجربوا المخمر. وفي اخر الفيديو اتمنى انكم ما تنسوش اخواتنا في فلسطين، تدعوا لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يقويهم وينصرهم يا رب نصرا عزيزا ويوقف الحرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.